هي الجزائر واش راكي حاملة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوة والأخوات. اليوم راح نحكيو على قضية الانتخابات الرئاسية في الجزائر. هاد المترشحين الأخير اللي شفناه مؤخرا، أو كباش السلطة إن صحت التسمية، فهم طبعا أو أرانب، هي في الحقيقة يسمون بالأرانب. يستعملهم النظام حسب التفسير الشخصي، يعني يستعملهم نظام لتشتيت الرأي العام وتشتيت الأصوات الانتخابية. قولوا لي كيفاش، أنا نقول لكم كيفاش. لدينا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي إن ترشح سيكون رأس النظام، أو سيكون هناك شخص آخر يمثل النظام ورأسيته، لا علينا. لدينا هذه الأرانب التي تمثل أذناب النظام، التي تلقت أموالا، لا نقول أنها تلقت، ولكن قد تكون طبعا مستخدمة من طرف النظام لتشتيت الأصوات. كيف؟ نفترض أن رشيد نكاز ترشح، ونفترض أن علي بن فليس ترشح، ونكتفي بهؤلاء لأننا نحسب أن هؤلاء هم من يعني أتوا للعمل، يعني فعليا من بين هم الكثير يعني، ولكن هؤلاء الرؤوس. يأتي علي بن فليس، ويأتي رشيد نكاز، ويأتي عبد العزيز بوتفليقة. نحن يعني إن ثبتت أنه تفسيراتنا في مواقع التواصل الاجتماعي هناك عدم رضا على رئيس بوتفليقة، يعني الشعب يريد تنحية الرئيس بما أنه كبر وتقدم في السن، والشعب بعمومه يعني يرفض فكرة ترشح الرئيس، أو إذا ترشح رئيس فالشعب يعني ينوي أن لا يصوت عليه. هذا حسب التعليقات طبعا. أوكي، ما الذي يفعله النظام بهؤلاء الذين يأتوا على شكل بهلوانات ليترشحوا، ويعني يأخذوا طبعا ورقة أثناء الاقتراع يمكن التصويت عليها. هنا النظام يريد أن يضع المواطن في حيرة، يعني يضع هؤلاء الفكاهيين لكي يتلف هذا المواطن بالدارجة. يعني المواطن الجزائري يصبح في حيرة من أمره، يصبح يرى أن عبد العزيز بوتفليقة أفضل من الوضع الحالي، هؤلاء المهرجين، بينما تصعب العملية والمأمورية بالنسبة لعلي بن فليس، فرشيد نكاز هو الذي صعبت له العملية بشكل كبير يعني، وسهلت لهؤلاء الذين يسحبون استمارات الترشح. لا نعرف أن يتم تصفيتهم فيما بعد أم لا، لكن أظن أنها خطة لإلهاء الشعب ووضعهم في صورة نمطية بأن الوضع الحالي أفضل من أوضاع هؤلاء الذين يهرجون. ومن ناحية أخرى يعرف النظام أن الشعب الجزائري قد فقد طبعا فقد أن النظام نفسه فقد مصداقيته بالنسبة للشعب الجزائري، فلذلك فلن يتولى الشعب التصويت عن أحد هؤلاء المهرجين نكاية في النظام. وبهذا فصوت المواطن الذي يصوته لأحد هؤلاء نكاية في النظام سيعود بالفائدة الكبيرة على النظام، بدون أن يعرف هذا المواطن الجزائري، بدون أن يعرف أنه خدم النظام بطريقة غير مباشرة. يعني ومن هنا تقتسم الأصوات بين نفترض مثلا رشيد نكاز وهؤلاء الأرانب وعبد العزيز بوتفليقة، أو أيا كان من سيمثل النظام فعليا وهو الذي سيكون رأس النظام لخلافة بوتفليقة. فهذه هي يعني الحسابات، وهذه هي يعني تفسيرات، يعني أحاول أن أفسر، إن شاء الله ستكون في غير محلها، يعني إن شاء الله أن تكون هذه التفسيرات في غير محلها، لأنها لو ثبتت يعني ستكون طبعا أن الشعب هذا مستغبى، وأن هذا الشعب يعني إذا فاتت عليها وعدت عليها اللقطة هذه
يعني ترحم عليه، ترحم على الشعب هذا، يعني مات فكريا. اذا عجبتكم الحلقه هذه ان شاء الله ورانا راح نعاود نديروا حلقات اخرى، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد عند كل تحميل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.